السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير. كلكم عارفين بقى اللي انا لسه والدة جديد، فمعايا بيبي بقى، فمش عارفة اقلم نفسي اللي انا انزل فيديوهات زي الاول في القناة. بس النهاردة بقى عملت لكم الوصفة الجميلة دي، قلت لازم اشاركها معاكم. كفتة سيد كبدة او كفتة داود باشا. كفتة جميلة جدا وبكمية قليلة قوي، هتعملي وليمة تكفي عيلة. خليكي معايا في الفيديو بقى، واتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات. معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة، حط عليها نسبة كده من الدوش، ومعانا حزمة بقدونس واخدة الورق بس مقطعاه ناعم خالص، وهنا بصلاية بشراها وحط عليها كده شوية ملح، واصفي بقى المية بتاعتها بالشكل ده. هناخد التفل بتاعها بس. جميلة جدا وعمرها ما هتفك منك. خليكي معايا في الفيديو للنهاية عشان تعرفي الوصفة بالظبط ايه، لان الفيديو كله تركات. معانا هنا فول صويا، كوباية من الفول الصويا، حطيت عليها مية مغلية بالشكل ده. تمام كده، اسيبها بقى تتنقع 5 دقايق. واجي هنا بقى للتوابل اللي هنحطها على اللحمة. حطيت شوية كمون وفلفل، وهنا توابل كفتة. نقلب بقى المكونات دي كده ببعضها. تمام. هنا بقى الفول الصويا بعد ما نقعناه حوالي 5 دقايق، نصفيه كويس جدا من المية. تمام كده. الفول الصويا هنا بقى هيضاعف معانا الكمية، هتشوفوا الكمية في نهاية الفيديو هتبقى قد ايه. معانا هنا بقى فلفل الوان كده وبصلاية كبيرة قطعتهم بالشكل ده، واللحمة فرمتها في الكبة، يعني حطيت المكونات كلها واديتها كده فرمة في الكبة. لو ما عندكيش كبة هت هتدعكي فيها بقى حوالي 10 دقايق كده لحد ما تبقى عاملة زي اكنها فيها خيوط كده، عشان تعرفي انها ناجحة معاكي. تمام. ابتدي بقى اكورها كلها بقى بالشكل ده. اهم حاجة يا جماعة في طريقة اللحمة هنا انك تخدميها، يعني تدعكي فيها كويس حوالي 10 دقايق، بحيث انها تطلع انسجة كده تمسك معاكي الكفتة. يا اما لو عندك كبة بقى تفرميها فيها هتسهل عليكي طبعا. هنا كده خلصنا الكمية كلها كده. نيجي بقى لمرحلة التسوية. معايا هنا ديك نسبة من الدوش او اللية، عملتها كده في المفرمة. تمام. حطيت عليهم بقى كده معلقتين زيت، يا دوبك بس نزلت اللية اللي فيها كده الزيت اللي فيها، وننزل بقى هنا كده باللحمة المفرومة، باللحمة اللي عملناها طبعا كور دي. تمام. هنزل بنص الكمية بس. تاخدش وقت خالص، 5 دقايق تكوني عاملة الأكلة دي. ممكن تستكفي بيها طبعا كده، يعني بصي دوت نص الكمية اهو، حوالي ربع كيلو. بصي كمية تكفي عيلة. دقيقتين بالظبط واحمرت معانا بالشكل ده. نطلعها بقى بالشكل كده. تمام. هنطلع بقى الكمية وننزل غيرها. وصفة جميلة جميلة جميلة، جربيها ومش هتندمي على ضمانتي. وقولي رأيك بقى في الكومنتات، عجبتك ولا لأ. هننزل بباقي الكمية كده. تمام. بس في دقيقتين بالظبط بتدي لون. ما نقلبهاش بقى بالمعلقة عشان ما تفكش مننا، انت بس بتهزي الطاسة كده بيها، هي بتقلب نفسها.
هنا السر يا جماعة في الطعم بتاع سيد كبدة او الطعم بتاع الشارع هو اللية. لما تحط نسبة ليا بالشكل ده هنزود شوية بس بتديها طعم جميل جدا. هنطلع بقى الكمية التانية دي. شوفوا من نص كيلو لحمة مفرومة عملنا الكمية دي كلها. طبعا على حسب عدد اسرتك، يعني ممكن تعملي ربع كيلو بس وبرضه هيرمي معاكي كمية حلوة. عايزة تكتري عايزة تقللي بقى براحتك. هنا كده حطيت معلقة توم مهروس صغيرة كده، وبعد كده نزلت بقى بالبصلية اللي مقطعاها جوانح هي والفلفل الالوان. تمام كده. هنحط ملح وفلفل بس. ندبل بقى الفلفل والبصل كده دقيقتين كده على النار. البنت انا سايباها جوه مع اخواتها عماله تعيط. انا بقول لكم ما بقتش اعرف اسجل خالص بسببها. ان شاء الله تكبر شويه كده بقى ونرجع ننزل كل يوم باذن الله. هنا معانا كده طماطمايه مبشوره، حطيتها بقى كده على المكونات. نقلب بقى دقيقتين كده ونطفي النار، ومعانا اجمل كفته ممكن تاكليها. انا عملت جنبها بقى هنا مكرونه وسلطه الطحينه وسلطه. سلطه الطحينه طريقتها سهله خالص، خليكي معايا هعرفك ازاي بتتعمل. واكل مطاعم. شوفي انت لو بقى الكميه دي اشتريتيها من بره هتشتريها بكام؟ ما كلفتنيش على فكره كتير، وطعمها جميل وكفتنا وفاضت كمان. هنا معانا بقى شويه طحينه كده، حطيت عليهم معلقتين خل. هنحط بقى هنا نص ليمونه عليها كمان، وكوبايه ميه. نقلب بقى على النار كده، نوطي النار كده عليها ونقلب لحد ما تتقل معانا وتبقى ناعمة. يعني تفضلي تقلبي فيها كده عشان ما تعملش معاكي حبيبات، تبقى ناعمة معاكي. تمام كده. دقيقتين بالظبط هتبقى اجمل طحينة معاكي. ممكن بقى تعمليها في سندوتشات الكفتة عادي زي اللي بنشتريها من بره من المحلات، يا اما تعملي جنبها مكرونة كده وتحطيها وتقدميها زي ما موضح عندكم كده في الفيديو اهي. بصوا بقى قوامها جميلة جميلة جميلة. حطها هنا بقى كده في طبق ونزينها بشوية كمون كده وشطة واجمل طحينة. وادي الطبق بتاعنا النهاردة، حاجة كده وهم. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات. بحبكم في الله، واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رعاية الله.